كيبدا الفيلم ديالنا مور ما داز 3 سنين على واحد الكارثه عالميه خرجوا فيها وحوش غريبه في الارض وبدات كتهاجم وتقتل في الناس. هاد الوحوش كيسميوها الريبرز، وحتى دابا حتى حد ما عارف منين وكيفاش خرجوا. هاد الريبرز قتلوا بزاف ديال الناس والمدن في العالم تدمرات وخوات. الناس اللي نجاو هما اللي ساكنين بعاد عليهم ولا هربوا، حيت هاد الوحوش عندهم نقطه ضعف وحده، وهي ما كيقدروش يوصلوا للبلايص العاليين بحال الجبال، خصوصا اللي فايتين 8000 قدم، تقريبا 2500 متر ديال العلو. وعلى هاد الشيء الناس اللي نجاو قادوا صوبوا خطوط كيحدوا بها البلايص الخطيره اللي كيوصلوا لهم هاد الوحوش، اي اللي يقل من 8000 قدم باش يبقاو بعاد منهم. المهم دابا غادي نتعرفوا على ولد سميتو هانتر. هو غادي طالع الجبل سميتو ريكي اللي العلو ديالو غير 7740 قدم، يعني هو دابا في المنطقه ديال الخطر. الدري هانتر كيعجبوه المغامرات، طلع لهاد الجبل وشاف بالمنظار ولاد صغار في العمر ديالو كيلعبوا في واحد القريه بعيده عليهم شويه. في ديك اللحظه هانتر سمع الصوت ديال الوحوش فناض هرب من تما، شدها بجريه وحده باش يخرج من المنطقه ديال الخطر. وكان واحد من الوحوش جاي كيجري موراه وقريب يوصل ليه، من ظهرو نقز الخط في الوقت المناسب والوحش ما قدرش يكمل لعنده، هكا فلت منها. هانتر رجع للقريه ديالو اللي سميتها قريه ويست، وكاينه على ارتفاع 8460 قدم وساكنين فيها تقريبا 193 واحد. ورجع للدار اللي ساكن فيها مع باه ويل، وتما جلس حداه كينهش سخفان وعيان، وعاود ليه شنو وقع ليه. باه واخا تعصب من هادشي اللي دار بقى مثبت معاه، ولكن نبهو قال ليه هادشي اللي درتي خطر بزاف عليك، ما خصكش تبقى تعاودو. هانتر قال ليه انا تحركت تما غير حيت هاد الوقيته كيكونوا الوحوش ما كيدوروش بزاف، داكشي علاش مشيت. المهم موراها باه ويل خرج يصيد في الغابه مع صديقته كيتي، فلقاو غزاله صيدوها وجابوها. هي سولاتو على ولدو كي داير، وهنا هو عاود ليها شنو دار اليوم، فقالت ليه راه عادي يمشي يقلب ويستكشف، خصوصا هذيك القريه اللي شاف من البعيد فيها دراري صغار في العمر ديالو، حيت في القريه ديالهم هو الدري الوحيد اللي كاين، يعني ما كيلقاش مع من يلعب ويتفاهم، وهادشي علاش مشى كيشوف قرانو من البعيد. وزادت قالت ليه هاد العزله اللي حنا فيها راه حنا كبار وجاتنا صعيبه، عاد ولد صغير بحالو. ولكن ويل عنده راي اخر، حيت شاك ان ولدو باغي يشوف البلاصه اللي شاف فيها مو اخر مره. دابا غادي نتعرفوا على نينا جارة ويل، هي عالمه ديال الفيزياء، وهاد المده كلها وهي هنا خدامه كتبحث في واحد الطرف من جسم هادوك الوحوش اللي واخا كيتيري فيه وما كيتاثرش، وهاد الوحوش كيخدموه بحال الدرع ديال الحمايه. هي خدامه كدير عليه الدراسات باش تعرف التركيبه ديالو كيفاش تقدر تخترقو باش يقدروا يقتلوهم. في الليل ويل جلس كيتفكر نهار الاخر اللي شاف فيه مرتو تارا، هي كانت قررت تخرج مع نينا للخارج ديال هذاك الخط، ولكن نينا رجعات وهي لا. ومن هذاك النهار ويل ربى ولدو غير بوحدو. تربيته كانت صعيبه، خصوصا ان الولد هانتر عنده مرض خطير كيتخنق مره، كان خاصو ديما يعيش بجهاز ديال التنفس. في واحد الليله هانتر تخنق والانبوبه ديال الاكسجين تسالات له، كانت هذه هي التاليه اللي بقات ليهم. باه ويل كان خاصو ضروري يمشي لمدينه اخرى سميتها بولدر باش تما يجيب ليه انابيب ديال الاكسجين. في النهار الثاني ويل بدا كيعلم ولدو الصيد والزراعه باش يتعلم يعتمد على راسو ويعرف يجيب ما ياكل. في هذا النهار كان عيد ميلاد هانتر، وحيت ويل ما عندوش الفلوس مشى دار مقايضه في واحد المطعم باش جاب الوجبه ديال سباغيتي بالفرomاج حيت كتعجبو بزاف. هانتر فرح بيها وطلبو يخدم له الراديو، ولكن ويل ما بغاش وقال ليه ما خصناش نضيعوا الضوء حيت هذا فصل الشتاء والطاقه الكهربائيه قليله، خاصهم يقتصدوا عليها حيت كيخدموا غير بالطاقه الشمسيه، وهذا الوقت كتكون الشمس قليله بزاف. من بعد ويل جلس مع كيتي كيهضروا، هي سولاتو الا كنا عايشين حياتنا طبيعيا شنو كنتي غادي دير دابا. هو جاوبها غادي نتفرج في الماتش ديال الهوكي مع تارا وهانتر، حيت واخا ما عنديش مع الرياضه بزاف ولكن كان الوقت كيدوز زوين بزاف معاهم فاش كنكونوا مجموعين. في هاد الليله الدري هانتر تخنق عاود والاكسجين تسالى ليه، تما ويل عاونو غير بواحد الابره ضربها له اللي غادي تخليه مزيان غير شي 5 ايام، وخاصو موراها ضروري انبوبه ديال الاكسجين. هنا ويل عرف راسو باللي خاصو يمشي لمدينه بولدر. هو مشى عند جارتو نينا باش هي اللي تمشي معاه لتما، واخا كان حاقد عليها حيت هي اللي كانت قالت لمرتو تمشي معاها فاش مات، يعني كيشوفها هي السبب في موتها، ولكن اختارها تمشي معاه حيت مده وهي خدامه كتبحث في الوحوش، يعني كتعرفهم اكثر من اي واحد، زائد هي الوحيده اللي فايته فلتت منهم ورجعت هي. ولكن نينا ما بغاتش تمشي معاه وقالت له هذيك المدينه العلو ديالها غير 2000 قدم، يعني الوحوش عايشين تما، وهي في هذاك الوقت كانت بغات تمشي ليها مع مرتو غير حيت كان تما المختبر ديالها. وزادت قالت لي انا ما غاديش نغامر بحياتي مره اخرى، المره الاولى غير الزهر لعب معايا وتعتق، هاد المره ما نعاودهاش. ويل تعصب بزاف منها وقال لي انت السبب حتى مات مرتي تارا، ودابا جا الوقت باش ترجعي الدين اللي عليك. وزاد قال ليها ولدي خاصو ضروري هذوك الانابيب ديال الاكسجين ولا غادي يموت، وانا عارف طريق امنه منين ندوزو. فقالت له ما كايناش شي حاجه سميتها طريق امنه، اي بلاصه تما راها خطيره. هو قال ليها انا عارف هاد الشيء كله ولكن ما عنديش شي اختيار اخر، وموراها مشى بحالو. تما نينا تفكرت اللحظه فين هجموا عليه
عليهم الوحوش وكيفاش مات تارا. هادشي ضرها في خاطرها بزاف وعليها قررت توافق وتمشي مع ويل. من جهه اخرى ويل طلب من واحد جارته تبقى مع ولدو هانتر هاد الايام وترد ليه البال حتى يجي، وموراها مشى عند صاحبو تيم اللي عطاه السلاح والقرطاس اللي غادي يحتاج. هنا جات عنده كيتي معصبه منه حيت كاع ما قال ليها راه غادي وكان خاصو يقول ليها باش تمشي معاه حتى هي، ولكن هو ما بغاهاش تمشي حيت الرحله غادي تكون خطيره بزاف عليها. هي ما كتفكرش في الخطر اكثر ما كتفكر فيه هو، وبغات تكون معاه باش تحميه حيت باينه كتبغيه غير ما معترفاش بها. واخا عيا يقنع فيها ما تمشيش، ولكن قصحات راسها وقالت له انا غاده هي غاده حيت اصلا تخنقت بالجلسه هنايا وبغيت نخرج نشوف العالم برا شويه شنو فيه. الفريق ولاو فيه ثلاثه دابا. منين جا الصباح وجدوا كلشي باش يبداو الرحله. نينا قالت لكيتي راكي ما عارفاش راسك شنو كديري، غادي تكوني غير عبء علينا حيت ما عمرك شفتي ولا تواجهتي مع وحش، ومازال ما شفتي حتى القرطاس كيفاش ما كيأثرش فيهم. ولكن واخا هكا كيتي ما بدلتش الراي ديالها. قبل ما يتحركوا وين مشاو دع ولدو قال ليه يرد البال على راسو غير شي ايام وغادي يرجع عنده من بعد شدوا الطريق. نينا كانت جايبه معاها بوصله خاصه بها كتقدر تعرف واش كاين شي وحش قريب ليهم. فاش وصلوا للخط ديال الخطر خدموا البوصله باش تشوف واش كاين شي وحش قريب، والنتيجه قالت ما كاين حد. وهما تما قطعوا الخط زادوا غير شويه ولقاو كاميونيت ديال العسكر واقفه، ويل مشى كيقلب فيها باش ياخذ منها اي سلاح ولا ذخيره. اما كيتي لقات سكوبا اللي جاتها مزيانه مع سلاحها ودارتها فيه. نينا كانت كتتبع الاثر في الارض تما مشات عند كيتي وقالت ليها انت ما غادي تعاونينا في والو، جايه لهنا غير حيت كيعجبك ويل. هادشي عصب كيتي فبدات مخاصمه معاها حتى وصلوا يتضاربوا. هنا جا ويل كيفك فيهم. نينا ما بقاتش مسوقه ليهم وقالت لهم زيدوا نكملوا طريقنا دابا. هما تمشاو حتى وصلوا للمنطقه ديال التزلج وكان الارتفاع ديالها 7620 قدم، وما بقى لهم والو يوصلوا للخط ديال الامان اللي فيه 8000 قدم. ولكن هنا البوصله ديال نينا عطاتها اشاره يعني كاين وحش قريب ليهم، وفعلا مور شويه سمعوا صوت وتما كلهم خافوا ووجدوا السلاح. هنا كيتي بغات تمشي تجري جهه الخط باش تقطع، ولكن نينا شافت الوقت ما غاديش يقدهم حيت غادي يوصل لهم الوحش قبل ما يقطعوا، ففكرات يخدموا بهذوك التليفريك باش يهربوا دغيا. كيتي ما بغاتش تمشي معاها في الفكره فمشات بوحدها كتجري جهه الخط. نينا حتى هي ما بغاتش تتبعها ومشات للجهه الاخرى. هنا ويل اقتنع بالفكره ديال نينا ومشى لبلاصه التحكم باش يخدموا التليفريك. اما نينا طلعت وجلسات فيه وبدات كتيري جهه الوحش باش تربح ليهم شويه ديال الوقت ويخدموه. البنت كيتي خافت بزاف وضربات الوحش بقنبوله، ولكن والو ما اثرتش فيه وجا كيجري جهتهم. هنا ويل خدم التليفريك وركب هو ونينا وتحركوا به. اما كيتي فعلا عاد عرفت انها ما غاديش تقدر توصل للخط في هذا الوقت، وهي ترجع طلعت مع البوطو ديال التليفريك باش تطلع معاهم. في نفس هذا الوقت نينا مازال كتيري على الوحش باش تعطلو، ولكن هو بدا كيتعلق في الخيط ديال التليفريك باش يقطعو. كيتي وصلات ونقزات باش تجي عندهم، تما شدها ويل قبل ما تطيح. اما الوحش كان قريب ليهم وهما كانوا علين يوصلوا للخط، ولكن الحبل تقطعوا وطاحوا قبل ما يقطعوا الخط. وهنا اللي عنده شي جهد خدم وجرى حتى وصلوا للخط ونقزوا ليه، واخا الوحش كان قريب ليهم بزاف من ظهرهم فلتوا منها هاد المره. موراها تمشاو شويه ولقاو دار مهجوره فدخلوا ليها باش يجلسوا يرتاحوا هاد الليله حتى الغدا عاد يكملوا. منين دخلوا كيتي سولات نينا كيفاش نقدروا نغلبوا هاد الوحوش. جاوبات هاد الوحوش فاش بانوا صدموا كلشي وما خلاوش للناس الوقت فين يدرسوهم باش يتغلبوا عليهم. فاش البنات نعسوا ويل تفكر ليله اللي كانت قررت فيها مرتو طاره تمشي مع نينا للمدينه وهما تخاصموا فيها حيت ما بغاهاش تمشي. طاره قالت لولدنا بقى له انابيب ديال الاكسجين اللي يكفيه غير عام واحد، ولكن من مورا هاد العام غادي خصنا نتحركوا. يعني فينا شنو الفرق بين دابا والعام الجاي. هو قال ليها الفرق هو غادي تزيدي دوزي معايا عام وحنا مجموعين، ولكن طاره ما سمعتش ليه ومشات وفعلا ما رجعاتش. المهم الغد ليه منين فاقوا تحركوا باش يكملوا طريقهم. وصلوا لواحد الجبال فيهم منجم وكاين نافق منه منين غادي يدوزوا، وهاد النافق فيه طبقات تحت الارض. ويل قال لهم غادي ندوزوا من هاد النافق وفاش نخرجوا منه من المفروض نلقاو راسنا في الارتفاع ديال 8023 قدم، وغادي تبقى لينا غير 16 كيلومتر باش نوصلوا للمدينه. وفي النافق غادي يدوزوا من الطابق التاسع اللي هما فيه حاليا ويهبطوا للطابق الثامن باش يخرجوا، ولكن هنا غادي يكونوا في منطقه الخطر حيت الطابق الثامن كاين في المنطقه ديال الوحوش. تما نينا حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك وسولاتو شنو اللي اكد لك غادي نكونوا في الارتفاع ديال 8023 قدم منين نخرجوا من النافق. مورا ما بقى الضغط عليه اعترف وقال ليها بصح غادي نكونوا في خطر حيت العلو غادي يكون غير 7200 قدم ماشي 8000. هنا نينا تعصبت عليه بزاف وقالت ليه علاش ما علمتيناش بهذا الشيء قبل ما نخرجوا من القريه. ولكن ويل حاول يهدنها وقال ليها ما تخافيش راه عندنا البوصله ديالك هي اللي غادي تحضرنا لا كانت شي حاجه. هنا صدمات وقالت له البوصله ما كتخدمش تحت الارض، وزيد عليها الوحوش كيشوفوا في الظلام وكيتبعوا ثاني اكسيد الكربون اللي كنخرجوا حنا البشر، يعني الا وصلوا
لينا ما عندنا فين نهربوا، وكانت متردده وما بغاتش تدخل النفق. ويل قال ليها بالكثير غادي ندوزو فيه غير 2 دقائق ونخرجوا، يعني دغيا دغيا. ودابا فات الفوت على هاد الهضره ديال التردد، ما بقى عندنا فين نرجعوا حيت ضربنا مسافه كبيره. هنا دخلوا للنفق وخدموا البيلات باش يشوفوا الطريق. كل واحد فيهم كان خايف اكثر من الاخر، ولكن الصدمه لقاو باب قدامهم ساد الطريق وكان مسدود بالسدور وما كيتفتحش. دابا غادي يضطروا ينزلوا للطبقه السابعه اللي جات ورا الخط، يعني في الخطر، وخاصهم يتمشاو فيها واحد 900 متر. نينا وكيتي كانوا خايفين، وويل قال ليهم يا غادي نكملوا يا نرجعوا. وطبعا حتى حد ما عنده الحق يختار الاختيار الثاني. اللي خاصهم دابا هو يتحركوا بشويه باش ما يديروش صداع، زائد ما خاصهمش يجريو باش ما يخرجوش ثاني اكسيد الكربون بزاف، حيت هكا غادي يعرفوهم الوحوش كاينين. دابا بداو نازلين من الدروج ووصلوا للطبقه السابعه، تمشاو شويه بلا حس، ولكن سمعوا شي صوت موراهم. فاش شافوه لقاو هذا وحش، وهما هربوا منه جهه واحد السكه فيها قاطره، فعطلاتو عليهم وما خلاتوش يوصل لهم دغيا. تما لقاو فتحه في الحيط دخلوا ليها وطفاو الضو، حبسوا النفس. الوحش وصل للفتحه ودخل ليها الدايل ديالو اللي به باش كيستشعر الكربون ولا اي حركه. فاش طوال عليهم الحال وما بقاوش قادرين يزيدوا يحبسوا النفس اكثر، هنا ويل خدم فلاما ورماها برا ديال الفتحه بها باش يقدر يشتت الانتباه ديال الوحش وهما قدروا يتنفسوا. موراها لقاو واحد المدخل صغير دخلت فيه كيتي هي الاولى باش تهرب، ولكن من ظهرها العوج لقات الوحش كيساين فيها. هو دغيا قتلها مسكينه وجر الجثه ديالها قدام عينيهم. بالنسبه لهم هما ما كاينش الوقت باش يديروا شي حاجه من غير يهربوا. تما لقاو دروج وطلعوا بهم للطبقه الثامنه، وهنا الوحوش تقطع الحس ديالهم، هما قدروا يطلعوا وخرجوا من النفق على خير. نينا حزنت بزاف على كيتي وبقات كتبكي وبغات تنتقم ليهم وتقتل الوحش، ولكن ما لقات ليهم جهد ووين نفس الشيء. من بعد كملوا الطريق غير شويه لقاو دار طوموبيل قدامها، فدخلوا للدار وقلبوا على ما ياكلوا في هاد الليله. هنا ويل سولها شنو كاين في المختبر ديالك اللي خاطرتي باش تمشي ليه. هي قالت ليه كاينين فيها مكعبات ديال المغنيسيوم، وعندها نظريه ان الجلد ديال الوحوش ما كيتخترقش حيت ممكن يكون مشحون بطاقه كهربائيه. واذا كانت النظريه ديالها صحيحه راه يقدروا يقضيو عليهم الا غلفوا القرطاس والقنابل بهذا المغنيسيوم، حيت هو غادي يقدر يخترقهم. ويل حس بالامل حيت ممكن تكون طريقتها خدامه ويقدروا يقضيو على هاد الوحوش. في النهار الثاني خداو ديك الطوموبيل اللي لقاو وتحركوا بها حتى وصلوا لمدينه بولدر اللي كانت مهجوره وما فيها حتى بشري. وهما مشاو نيشان للسبيطار، ويل بدا كيقلب على الانابيب ديال الاكسجين ولكن ما لقاهمش دغيا. خدا بزاف ديال الوقت عاد قدر يلقاهم، وتما بدا كيجمع فيهم. هادشي جذب ليهم وحش اللي جا عندهم في السبيطار. منين بغاو يهربوا خرجوا ليهم المخالب ديال الوحوش من وسط الحيط وكان غادي يدخلوا فيهم، وهما هربوا للطبقه الفوق. وهنا ويل كان غادي جنب الحيط، تما كيخرج الوحش يدو من الحيط ولواها عليه. نينا خدات فاس كان تما وبقات كضرب في يد الوحش حتى قدرت تفكو وهربوا في الكولوار. نينا خدمات الطفايات ديال العافيه باش كثر الدخان، وهكا هربوا من الوحوش. ولكن شافوا الشعاع ديال وسط الدخان وشويه غبروا هما حتى قالوا راه مشى، ولكن عاود خرج ليهم. الوقت ضيق بزاف وما عندهمش فين يهربوا. هنا ويل تيرا في الانابيب ديال الاكسجين اللي كانوا في الحيط قراب ليه. هاد الشيء دار تفرقيعه كبيره بزاف، جا وسطها الوحش وبقوه تفرقيعه تلاح من الطبقه الفوق للارض، ومنين طلعوا عليه لقاوه ميت لتحت. فاش بغاو يمشيو نينا قالت له بغيت نمشي للمختبر ديالي. هو ما بغاش وقال ليها ما بغيتش نزيد نخاطر اكثر من هكا، دابا راه عندي الانابيب اللي محتاجهم ولدي هانتر وخاصني نرجع عنده. هي قالت له هاد الانابيب غادي يدوزوا لك عام اخر عايهم، من بعد غادي خصك ترجع تنزل عاود تقلب عليهم، والا واحد الوقت ما بقيتيش لقيتيهم شنو غادي دير؟ يعني راه خاصنا حل من جدر، والحل هو نكملوا في النظريه ديالي ونصايب السلاح اللي ممكن ينقذنا وينقذ الناس اللي بقاو عايشين. بهاد الهضره اقتنع ويل ووافق يمشيو للمختبر. تما خرجوا ركبوا في الطوموبيل ومشاو للبلاصه اللي فيها المختبر، واللي العلو ديالها تقريبا 5800 قدم. فهاد الوقت هذاك الوحش اللي كانوا خلاوه ميت رجع فاق وبدا كيتحرك. منين وصلوا قالت له انا محتاجه غير 5 دقائق نجمع داك الشيء اللي خاصني. هما دخلوا للمختبر واخا البوصله ديالها مازال ما كتقول كاين شي وحش. وهنا هو شاف تصوير نينا فوق المكتب مع راجلها وولادها، سولها عليهم. تما هي ما قدراتش تشد راسها وبدات كتبكي وقالت له انا الوحيده اللي بقيت عايشه من هادو اللي في التصويره، حيت الوقت اللي هجموا فيه الوحوش انا كنت هنا وهما كانوا في الدار كيتفرجوا في الماتش. موراها مسحات دموعها ومشات تكمل شنو بدات. خدات اكسيد المغنيسيوم دهنات به قرطاسه وخرجت هذاك الطرف ديال الدرع ديال الوحش اللي من شحالو هي كتقلب فيه. هنا تيرات به بهذاك القرطاسه ولكن ما وقع ليه والو، مازال القرطاسه ما قدراتش تخترقه. هادشي كله مازال نينا ما بغاتش تطيح الرايه. هي قالت له انت غير سير رجع، انا خاصني نبقى هنا حيت متوفر لي كل شيء باش نكمل التجارب ديالي، وغادي نبقى هنا حتى نلقى شي حل، واخا نموت بعدا راني كنحاول. ويحاول حتى هي باش يقنعها ولكن والو ما بغاتش ليه. قالت له انا عندي طوموبيل في الكراج، الا نجحت ووصلت لشي حل غادي نرجع عندكم. ويل ما كان عنده حتى حل اخر حيت ولدو كيساين فيه ضروري خاصو يرجع ليه. وهكا ودعها ومشى ركب الطوموبيل وتحرك، ولكن من ظهروا العوج الرويضه تفرقعات ليه وتقلبات به الطوموبيل. وافق على
على خير ما وقع له والو. تما فاش خرج من الطوموبيل سمع صوت الوحوش، خدا داك الشي ديالو من الطوموبيل هرب جهه الغابه. الوحوش بقات تتابع حتى تحاصر بثلاثه منهم. مسكين واخا عارف القرطاس ما غادي يدير ليهم والو، ولكن بقى غير كيتيري عليهم. هنا جات نينا في اخر لحظه وتيرات فيهم بالقنابل، والمفاجاه انهم ماتوا. هكا قتلت الاول والثاني والثالث، حيت نظريتها طلعت صحيحه ونجحات. والمفاجاه الثانيه ليهم فاش جاو يشوفوا الجثث ديال هاد الوحوش لقاوهم الات، يعني روبوتات ماشي كائنات حيه. هادشي اللي كيفسر علاش القرطاس ما كيخترقهمش، وانهم ما كينعسوش وما كياكلوش. المهم دابا منين ولاو في امان تمشاو بجوج ما خايفينش، حيت نينا مصايبه القرطاس والقنابل اللي يحميوهم. بقاو غاديين حتى وصلوا للقريه. الدري هانتر غير شاف باه جا كيجري عنده عنقو. اما نينا طلعت الرايه ديال القراصنه باش تعلم كلشي باللي حربهم مع الوحوش بدات، وما بقاوش غير بشر مخبعين. وتما بدات كتصايب السلاح للناس باش يقتلوا الوحوش، وهي جمعات الطرف ديال الوحوش وكملت عليهم الابحاث باش تعرف كيفاش مصايبين وتعرف حتى شكون صوبهم. اما الناس ديال القريه فتجندوا تسلحوا بداو كيفوتوا الخطوط ديال الخطر باش هكا يقتلوا الوحوش ويتهناو منهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته. ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.